ركزوا معايا في هذا الفيديو مزيان، لان غادي نبين لكم واحد الارقام مهمه للمغرب بطريقه مباشره. اليوم التضخم خرج 6.5%، اي هبوط. هاد 3 شهور كامله والتضخم في الميريكان كيهبط، وهاد 3 شهور كامله والدولار تا هو كيهبط، وهذا مفيد للمغرب. كما كتشوفوا البيك ديال التضخم كان هو 9.1%، هبط حتى ل 6.5% في امريكا. الدولار هذا الاسبوع كامل هو هابط، لان كانت توقعات بانه غادي يهبط الدولار اكثر. وحتى في المغرب الا جينا نقارنوا الدرهم مع الدولار غادي نلقاوه وصل 10.16، بينما شحال هذه كان واصل ل 11. تخيلوا معايا الدولار مقارنه مع الدرهم كان واصل ل 11، كان مخلي البترول غالي، كان مخلي المواد الاوليه كامله غاليه. الان غدا وكتهبط القضيه. علاش هذا الهبوط ديال الدولار؟ لان سعر الفائده غادي يستقر او غادي يهبط في المستقبل، لان غيكون ركود اقتصادي في ميريكان، وهذا الركود الاقتصادي اللي غادي يكون في ميريكان وهذا سعر الفائده اللي يهبط في ميريكان غيخلي الدولار القيمه ديالو تهبط. وكلما الدولار القيمه ديالو كتهبط، المواد الاوليه اللي كنشريو حنا كمغاربه في العالم غادي تنخفض، وهكا الضغط على المصاريف والمشتريات ديال المغرب نتاع المواد الاوليه غادي ينخفض بواحد الدرجه مزيانه، وغادي يكون مفيد للمغاربه. البترول غادي ينخفض، الشتا كانت الخضر والفواكه نورمالمون خاصهم ينخفضوا، المواد الاوليه اللي كنستعملوا من برا حتى هما غادي ينخفضوا، القمح غادي ينخفض. هادشي كامل خاصو يكون بوزيتيف. السؤال المطروح هو واش هادشي غادي يهبط في المغرب ولا لا. والسؤال المطروح الاخر هو الانفلاسيون اللي غادي تخرج 22 في هذا الشهر هذا في المغرب، واش غادي تهبط؟ ولا هبطات الانفلاسيون سعر الفائده ما غاديش يطلع بديك التوقعات اللي متوقعينها، وهادشي كامل ايجابي للجيب ديال المغربي. هاد الارقام كامله اللي غنبارطاجي معكم اليوم، الا بغيتوا تاكدوا من الارقام ديالها غتلقاوها في السيت ديال اليو اس بيرو اوف ليبر ستاتستيك. غادي تكتبوا bls.gov وغادي يخرج لكم سي بي اي اللي هو كونسيومر برايس اندكس، اللي كيهضر على الانفلاسيون ديال ميريكان، باش تاكدوا من هاد الارقام اللي غادي نبارطاجي معكم. اذا شنو وقع في ميريكان بالضبط باش هبطات هاد الانفلاسيون ل 6.5%؟ اذا عندنا جوج ديال الانواع ديال الانفلاسيون. كاينه الانفلاسيون عاديه، وكان كور انفليشن اللي ما فيهاش الماكله، فود ليس فود ان انرجي، محيدين منها الطاقه ومحيدين منها الماكله. الانفلاسيون ديال العاديه اللي فيها كل شيء هبطات ب 0.1% في هذا الشهر هذا هبطات. اذا كانت متوقعه بان غادي تهبط. علاش هبطات؟ غادي نذكروا بعض الارقام باش توضح لكم الصوره. هنايا كما غتشوفوا نتوما في الجنب الارقام اللي هبطات اكثر في هذا الشهر هذا هو الارقام ديال بلاتي نتاكد، لا، الماكله فود اندكس ارتفع ب 0.3%. هذا رقم كبير، هذا خايب. وفي ميريكان حاليا والناس اللي عايشه في ميريكان راه يكونوا شافوا هذا الشيء، راه البيض الثمن ديالو ارتفع لواحد الثمن خيالي مقارنه مع السنوات الماضيه. حتى الناس ولاو كيهضروا عليه في التيك توك، ولاو كيقول لك البيض ولا بحال الذهب، بداو كيهضروا عليه بواحد الطريقه غريبه. نقدر ندير عليه فيديو، غنمشي لوالمارت والفود سيري وغادي نوريكم البيض الاثمنه ديالو شحال دابا دايره وشحال كانت دايره من قبل. الماكله ارتفعت ب 0.3%. هذا رقم شويه كبير. الماكله كاينه فود ات هوم وكاينه فود اواي. فود ات هوم الماكله ديال الدار اللي كنتقداو من المرجان بحال الشكل ديال المرجان في ميريكان طلعت ب 0.2%. اذا باقي الارتفاع في الماكله وخاصه البيض. وغادي نشوفوا الارقام اكثر من الناحيه ديال الماكله. الرقم اللي خلى الانفلاسيون تهبط اكثر هو الانرجي. انرجي هبطات ب 4.5%. تخيلوا معايا في شهر واحد ب 4.5%. الانرجي هنا راه داخل فيها كل شيء، داخل فيها ليسونس والمازوت والناتشورال غاز. الحاجه واحده اخرى اللي مهمه هو الكور انفليشن. الكور انفليشن قلنا هو اللي كنحيدوا منه لاس فود اند انرجي. كما كتشوفوا في الصوره كان طالع تقريبا، هبط الاندكس، هبط ل 5.7% في 12 شهر كامله. هذا رقم مزيان. في 12 الاخرانيه الانرجي طلعت ب 7.3 في 12 الشهر الاخراني كما كتشوفوا في الشهر هنايا. هاد الارقام كامله كتهضر على ديسمبر، حيت حنا جونفي باقيين فيه. هادشي كامل على ديسمبر فقط. هاد الجدول هذا اللي كتشوفوا فيه جميع الارقام ديال الانفلاسيون، اول ايتم، جميع الارقام. وهنا غادي نهضروا على كل وحده بوحده. هنايا فاش غنشوفوا ديسمبر، شوفوا معايا ديسمبر 2022 غتبان لكم فود طلعات فود كامله ب 0.3%.
مقارنه مع نوفمبر 0.5، اكتوبر 0.6، سبتمبر 0.8، 1.1 في شهر 7، وواحد في شهر 6. هذا كيبان لك بان الماكله غداو كترتفع في ميريكان. الماكله غدو كترتفع. الحاجه اللي مزيانه واللي هبطات اكثر هي الانرجي. لاحظوا معايا الانرجي في تقريبا في الشهرين الاخرانيين نوفمبر وديسمبر هبطات ناقص 1.6 وناقص 4.5 في الهبوط ديالها، رغم ان هي مرتفعه في العام كامل اللي هي 7، ولكن هنا كل شهر غادو كتهبط. وهذا الشيء كنشوفوه هنايا فاش كنخرج ندير ليسونس هنايا في ميريكان، كيبان لي كل نهار غادو القضيه كتهبط من ناحيه ديال الاثمنه ديال ليسونس. رقم اللي شفناه هو كبير، هو فيول اويل هبط ب 16%، ولكن اصلا هو راه طالع ب 41% في العام كامل. اذا هذا الهبوط ديال ناقص 16% ماشي شي رقم كبير اللي مهم. نشوفوا اخيب رقم اللي ارتفع هنايا كيبان لنا هو ناتشرال يوتيليتي غاز سيرفيس، هو نسميوه بحال البوطه مثلا. الغاز اللي كيتستعمل في الديور طلع ب 3%. هذا رقم كبير، ولكن الا قارناه مع نوفمبر غنلقاو نوفمبر ناقص 3.5، نوفمبر كان هابط، ولا جينا نقارنوه عاوتاني حتى مع اكتوبر ناقص 4.6. اذا اصلا الغاز كان هابط، ودابا يلاه بدا كيدير باونس باك، يلاه بدا كيريكوبيرا شي شويه. اذا واحد الرقم واحد اخر اللي مهم حتى هو يوزد كارز اند تراكس. الطوموبيلات القدام هبطات بناقص 2.5، والشهر اللي داز ناقص 2.9، وهو غادي كيهبط. علاش هذا الرقم مهم؟ لان يوزد كارز داك العام كان رقم خيالي، كان ارتفاع كبير في الطوموبيلات القدام. علاش؟ لان كان مشكل في الطوموبيلات الجداد، ما كانوش بزاف. كان واحد المشكل ديال هذوك الشيبس ديال الطوموبيلات كانوا قلال، وهذا الشيء اللي خلى كان المشكل ديال الصين وتايوان، واللي خلى مشكل ديال السيارات الجداد ما يكونوش. هذا الشيء اللي خلى الناس يدوزوا للسيارات القدام، والسيارات القدام مع وقع عليهم الضغط نتاع بزاف ديال الناس بغاو يشريو السيارات القدام، خلى الاثمنه كترتفع في ميريكان. وكنظن هذا الشيء راه وقع حتى في المغرب من ناحيه ديال السيارات المستعمله، ارتفع الثمن ديالها لدرجه ان بعض الناس راه نفس السياره شراها دوز بها مده وباعها بنفس الثمن. وكنعرف شخصيا اللي شرا طوموبيل قديمه داز بها مده ديال 5 شهور 6 شهور ويبيعها باكثر من الثمن ديالها اللي شرا بها. اذا هنايا في السيارات المستعمله يا اما في المغرب يا اما في ميريكان كان مرتفع. هنا في ميريكان راه بدا الانخفاض من ناحيه ديال السيارات المستعمله. الارقام الاخرى بحال الشيلتر هنا فاش كنهضروا عليه لتحت كما كتشوفوا في الصوره، هذا كيهضر على السكن. هنا السكن كاينين جوج، كاين المورجيج اي انك كتشري دار بالكريدي، وكاين الكرا هنا في ميريكان غادي كيرتفع لان المورجيج غادي كيهبط غادي كيطلع، وهكا كيخلي الديور ما كيتباعوش الديور بزاف. الناس ما كيقدروش يشريو الديور لان الكريدي غالي دابا في ميريكان، هادشي اللي كيخليهم يكريو. وهنا مع كلشي باغي يكري ما بقاوش باغيين يشريو، خلى الثمن ديال الكرا يرتفع. وهادشي علاش طلعت ب 0.8% في هذا الشهر. هذا الشهر اللي داز 0.6 0.8. الا جيتو تشوفوا السنه كامله والشيلتر غادي كيرتفع، الكرا غادي كيرتفع في ميريكان. للاسف هادشي راه مازال غيطول شي شويه من ناحيه ديال الاثمنه ديال الكرا. ضربوا لي على هذا الرقم الخيالي ديال البيض شحال طلع. ما فهمتش انا علاش البيض طلع بالطريقه الخياليه. البيض طلع ب 11% في شهر واحد، 11%، رغم ان نوفمبر طلع ب 2.3%، وفي اكتوبر طلع ب 10%. اذا البيض ولا كانت واقيلا كدير درهم، ولينا غاديين كنقربوا لواحد الرقم خيالي. الا جينا نشوفوا البيض في وقيته ديال عام، مده ديال عام، البيض شحال طلع ب 59.9%. اذا البيضه طلعت ب 60% تقريبا في ميريكان. هذا رقم كبير. شحال من واحد يقول لك دابا الا كانت البيضه كدير درهم، دابا غتولي كدير 30 ريال، ماشي شي رقم كبير. ولكن هنا راه ما كنهضروش على بيضه وحده، راه الميريكانيين كياكلوا البيض يوميا في الفطور. هنا راه بيضه وحده تزاد لك 10 ريال الا درناه بدرهم، وراه اكثر من درهم، وغادي ندير فيديو عليه فاش غادي نمشي للوالمارت ونوريكم. هنا الارقام ان بنادم كياكل 36 كيشري بلاطو ديال 36 تتقام عليه القضيه غاليه. اذا هذا رقم كبير بالنسبه للميريكان. هذا المشكل ديال الميريكان ديال البيض ما كيأثر حتى شي حاجه على المغرب، هذه حاجه بوزيتيف. حنا الهدف ديالنا هو الدولار ما يطلعش حاليا في هذا الوقت هذه، رغم ان الدولار الى ارتفع
راه كيعاون الفوسفات، كيعاون دوك الصادرات ديال المغرب، ولكن هذا كيعاون المغرب ما كيعاونش المغاربه اكثر طريقه في المدى القصير. المدى القصير اللي كيعاون المغاربه هو انخفاض الدولار، البترول ينخفض والمواد الاوليه تنخفض والانفلاسيون حتى هي تهبط، وحتى سعر الفائده ما يطلعش بديك الطريقه الكبيره. هادو هما اللي مفيدين. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا واحد لايك، وما تنساوش تابوناو وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الناس العاديين باش يوليو يفهموا في الاقتصاد ويوليو يفهموا في المال، وما تبقاش عندهم الاميه في هذا المجال باش ما يتصدموش نهار اللي وقع شي مشكل في الايكونومي، يكونوا مبريبارين ليه قبل، ويكونوا من الناس الرابحين ماشي الخاسرين في المجال ديال الايكونومي. للاسف هادشي راه واقع في مصر، واقع في سوريا، في لبنان، في بزاف ديال الدول العربيه. الناس اللي ما كيكونوش فاهمين الاقتصاد هما الاولانيين اللي كيتضرروا، الناس اللي كيكونوا فاهمين الاقتصاد هما الاولانيين اللي كيعرفوا يسولفيو راسهم.